كل يوم بتقعد بالساعات على الموبايل تفتح تيك توك ويوتيوب وانستجرام وفيسبوك وتشوف فيديوهات ومقاطع، بتضحك وتعلق، تسهر، تنسى نفسك وتقفل بعد ما هلكت من المشاهدة ومعدتش قادر وبقيت في شبه غيبوبة وعينيك غبشت وبذلت مجهود جبار. لو بذلت ربع في حاجة مفيدة كانت حياتك اتغيرت، وبعد ده كله تلاقي نفسك كل اللي استفدته ان وقتك ضاع. ضحكت واتسليت وضيعت وقتك لكن استفدت؟ للأسف لا. بس الأكيد انك اتسحرت، بس مش بس سحر جن وطلاسم، ده سحر الكتروني. زمان كانوا بيلهوك بشاعر بيقول كلام حلو، دلوقتي بيلهوك بفيديوهات بتشدك من اول ثانيه. زمان كان الساحر بيقول طلسم، دلوقتي الخوارزميه هي الطلسم. عارف اول ناس استخدموا الترند مش اليوتيوب ولا التيك توك، اول ناس استخدموا نفس المنهج ده كانت قريش. ايوه قريش. قالوا البعض الناس متأثرة بكلام محمد والقرآن وبيتجمعوا حواليه، طب نلهيهم بحاجات تشغلهم. هاتوا القصص، هاتوا الشعر، هاتوا الرقصات، هاتوا اللي يدوخهم ويلهيهم، المهم ما يسمعوش الحق. النهاردة نفس اللي بيحصل بس بشكل جديد. هات تحدي، هات نكتة، هات لايف، هات رقصة، هات حوار سخيف، صوت عالي، وانت تنسى نفسك، تنسى تركيزك، تنسى ليه انت اصلا عايش. في حاجات اسمها سحر الخوارزميات. عارف انت بتضحك امتى، بتعيط امتى، بتقف ليه، وبتحب ايه. بيجهزوا لك الحاجة قبل حتى ما تطلبها، وبيوصلوا لك الحاجة اللي هم عارفين انك بتضعف قدامها. انت فاكر نفسك بتختار، بس الحقيقة انت نقطة في خطة. انا مش ضد الترفيه، بس في فرق كبير بين تتفرج وتستفيد وبين تتفرج وتضيع. السحر الجديد مش في كتاب، السحر الجديد دلوقتي في موبايلك. ومش ساحر واحد، دي منظومة كاملة ماسكة شاشتك وبتحقنك كل ثانية بفكرة. انت دلوقتي مش بس بتشوف فيديو، انت بتتشكل افكارك ورغباتك، حتى حزنك بيتبرمج. شوف كم فيديو شفتهم النهاردة، ايه اللي اتغير فيك؟ ولا انت كل يوم بتتفرغ اكتر لحد ما تفضى خالص؟ هم شغالين على محاور كتير زي محور سحر الشهوة، بس مش غرائز، سحر الفلوس والشهرة واللايك. فيديو تافه وكل الحاجات دي بتتحول لإدمان وعادات سيئة. زيك زي المدخنين بس بتدخن من عينيك، سيجارة سوشيال بنكهات مختلفة بس بتاكل عقلك مش صدرك. عندنا سحر العادة. انت مش بتفتح تيك توك ولا انستجرام عشان انت عايز كده، انت بتفتح عشان انت اتبرمجت على كده. بتصحى بتقلب بتسحب خطوة بخطوة. ومين اللي سحبك؟ الخوارزمية. سحر التأثير. ناس بتتكلم في مواضيع تهز ثقتك في ثوابتك بصوت أعلى من صوت عقلك، يقنعوك ويغلفوا لك الغلط بشكل حلو، وانت في الأول تستنكر وبعد كده تتعود وهلم جرة. وده اللي بنقول عليه سحر التأثير. انت في حرب، بس مش حرب عضلات ولا حرب سيوف، ده حرب وعي. وكل ما وعيت كل ما سحرك قل، وكل ما غفلت كل ما اتكلت حي. عمرك شفت ترند لتفسير آية ولا شرح حديث ولا حتى برنامج علمي بسيط، او حد يقول لك خد بالك من صحتك النفسية دي اغلى من 1000 لايك؟ طبعا لا. اللي دايما بيطلع ترند مش اعلى المشاهدات، مع ان المشاهدات مش مقياس القيمة، لكن اللي بيطلع ترند اللي الخوارزميات عايزة توصله لك، واللي بيأكد لك انه موجه. انك بتلاقي الترند دايما عبارة عن رقصة، اغنية، مشهد هزار بايخ، تحدي يخليك تبان غبي. بس المصيبة مش هنا، المصيبة ان اللي بيعمل الترند ده بيتكرم، بيتصدر شاشات، بيطلع في لقاءات، الاعلام بيحضنه كأنه بطل قومي. ليه؟ عشان التافه يبان طبيعي والسخيف يبقى محبوب. يعني ايه واحد كل امكانياته في الحياة ان يكشف عن شعره الاكرت، او واحد بيهز في كرشه، او كزم قاعد يضرب في الناس، او واحد بيقلد مايكل جاكسون، او واحدة بترقص بدون حياء ومنتهى قلة الادب. العجيب انهم بيتسلط عليهم بالضوء وبيتكرموا تكريم ما تكرمهوش ابطال حرب اكتوبر، لقاءات وفلوس وشهرة، وبيحتضرهم بعض المشخصاتية اللي ما ينفعش نقول عليهم فنانين، والواعي يتقال عليه دمه تقيل. هو ده الهدف، يقدموا لك الهيافة على طبق من ذهب ويدعموها لك ويقولوا لك اتفضل. ده اللي بتحبه. اللي بيحصل حوالينا مش عبث، ده اكبر عملية برمجة جماعية في التاريخ، تخليك تضحك وتنسى تفكر، تنبهر وتنسى تتعلم، تعيش اللحظة وتضيع عمرك كله. بوست بيخرب عقل، ترند بيشوه الصورة، فيديو بيهد بيت. وده مش عبث، ده ممنهج. خد بالك، انت مش بتتفرج بس، انت بتتعلم، بتتشكل، بتتغير. والمصيبة ان اللي بيحركك مش ارادتك، ده دوبامينك، المادة اللي بتعمل كليك على كل حاجة بتدمر تركيزك. طب ليه التافهين بيبقوا ترند؟ عشان يخلوك
تتعود على الغلط وتشوفه طبيعي لحد ما الغلط يبقى هو القدوة والوعي يبقى تقيل وملوش جمهور. في الختام ربنا قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. يعني مهما لف وداره، لو انت واعي وفاهم ومحصن نفسك مفيش حاجة تهزك. بس السؤال الحقيقي هو انت ناوي فعلا تفضل فريسة ولا تبقى جندي صاحي في معركة وعي؟ افهم اللعبة واخرج منها، لان اللي دايما جوه اللعبة بيصحى متأخر او ما بيصحاش خالص في النهاية. انا مش هنا عشان اوعظك، انا هنا عشان افكرك باللي انت عارفه بس ناسيه. كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.